بعد الانتصار العريض الذي حققه النادي الرياضي القسنطيني في الجولة الماضية، ها هو الفريق يطمح لحسم تأهله في ميدانه وأمام جماهيره عندما يستقبل منافسه نادي صفاقس التونسي الذي خرج من حسابات المتأهلين. وأكد المدرب خير الدين مضوي على أهمية المواجهة وعدم الوقوع في مصيدة التساهل، مشددا على ضرورة التسلح بالإرادة والتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية وتصدر المجموعة. أخذ هذا الفريق وأخذ هذه المباراة بكل جدية واجب علينا احنا. تحضيراتنا لحد الآن كانت يعني كما ينبغي، فيه بعض الخصوصيات بالنسبة للمباراة، شيء طبيعي جدا أنه نخصص بعض الحصص اللي تكون موجهة لمباراتنا أمام النادي الصفاقسي. مباراة ليست بالسهلة صراحة، رغم خروج النادي الصفاقسي تقريبا من حسابات هذا المجموعة، ولكن يبقى ديربي راح يكون مثير بالنسبة لهم. تصور أنه تكون فيها ردة فعل بما أنه فيه مدرب جديد، فيه ممكن فلسفة جديدة، جو جديد يسود النادي. من جهة أخرى يتنقل نادي صفاقس التونسي إلى مدينة قسنطين برا، وقد فقد فرصة الاستمرار في مسابقة الكاف بعد تكبده 4 هزائم متتالية في مشاركة كارثية عجلت بإقالة المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس وتعيين خلفه لسعد دريدي الذي قبل هذا الرهان في ظروف صعبة. نتصور المباراة هذه باش تكون معناها بالنسبة لنا نحن عندها قيمة. تحدثت مع الملاعبية وقلنا المباراة هذه لازم النادي يرجع الاعتبار نفسه كقيمة كفريق كبير اسمه نادي الصفاقسي اللي معناها متوج بكأس الكونفدرالية 4 مرات. تعتبر المباراة معناها ذو قيمة عالية بالنسبة لي، لأنه الفريق بعد 4 هزائم متتالية ما نجموش نقبلوا حتى حد معناها، لا في صفاقس لا الإطار الفني لا المجموعة اللي موجودة نقبلوا أن نمشي وننقادوا الهزيمة أخرى. يطمح النادي الرياضي القسنطيني إلى إثبات جدارته بالتأهل إلى الدور الربع النهائي تحت قيادة مدربه خير الدين مضوي الذي يسعى إلى تكرار إنجازه في دوري أبطال إفريقيا موسم 2014 مع وفاق الصيف. وفي المقابل يسعى النادي صفاقس التونسي الذي يمتلك سجلا حافلا بالألقاب في هذه البطولة إلى حفظ ماء الوجه فيما تبقى له من مبارياته في هذه النسخة. بعد استعادة أهم عناصره يصر النادي الرياضي القسنطيني على حصد النقاط ال3 أمام جماهيره وفي ميدانه، بينما النادي الصفاقسي التونسي الذي لا يملك خيارات بعدما فقد روح التنافسية يبحث عن فوز عله يضمن له الخروج مكرما من هذه البطولة. حسين بوصالح، بي إن سبورتس، من ملعب الشهيد حملاوي، قسنطينة.